يا مساء الفل، يا مساء السعد والهنا، وحشتوني. النهارده يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة. أوعدكم 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 إن انتوا هتطلعوا من الفيديو مستفيدين ومفرفشين ومنعنشين، وكمان طالعين من الطاقة السلبية ومستمدين طاقة إيجابية. حطوا بقى لايك كده حلو للفيديو، عشان لايك بيدعم الفيديو وبيدعم القناة وبيخليني اتشجع كده واكون عندي طاقة ان انا اشتغل، لان اللايك هو بيفيد الفيديو، بيخليه ينتشر في كل مكان. وكمان كومنت حلو بقى ودعوة حلوة منكم ليا وليكم، ليكم اضعاف زيها يا رب. واشترك لو اول مرة تشوفيني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا انا كنت بره ولسه راجعه، احنا تقريبا دلوقتي الساعه 4 العصر. نزلت جبت سمك ورجعت وجبت شويه برضو خضار، ونسيت الطماطم عند بتاع الخضار. تخيلوا يعني انا جبت بتنجان وجبت شويه حاجات كده هتشوفوها حالا، بس نسيت كنت جايبه كيلو وربع طماطم، نسيتهم عند بتاع الخضار. بجيب الطماطم على القد لان انا عندي صلصه، فبجيب على القد. ما جبتش اخر مره ما رحت سوق العبور قفص طماطم لان عندي صلصه كتير، فهجيبه هحط قد الصلصه دي فين. فجبت كيلو ربع بس ونسيتهم عند الراجل. المهم كان عندي طماطم في التلاجة الحمد لله، تقريبا 5 6 طماطميات. طلعت عليهم خيار وطلعت عليهم وجبنا طعميه واحنا جايين، وجبنا علبه جبنه. تاكلوا جبنه يا ولاد؟ لا. المهم طلعت كده كل واحد ياكل له رغيف علشان خاطر يصبروا نفسهم على ما اعمل الاكل، لان النهارده هنعمل سمك. وانا ما بنزل ببقى نفسي في السمك، تلاقوني اجيبه على الساعه 3. اول ما بصحى كده يكون جوزي بقى الصبح قام عمل شويه حاجات شغل ليه، او راح هنا او هنا. بقول له مثلا عايزه اجيب سمك بعد الظهر كده، بقوم رايحه. المهم جبت طعميه، جبنا طعميه من عند الراجل اللي جنبينا، وجبنا عيش بلدي برضو فريش، وعملت لهم سندوتش طعميه عليه خيار وطماطم. وبعت ده ليوسف المحل، لان يوسف ما كانش فطر برضو، فطار بسيط كده. فقلت ما بعتله عشان برضو ما يجوعش. واد سليم عمال يلعب في الميه. المهم مسكت بقى دلوقتي، تعالوا نشوف ايه انا جبت ايه وانا جايه. جبت بتنجان عروس، شويه البتنجان دول ب 30 جنيه، عماله اقلي فيهم من يوم ما جبتهم، بقى عندي قليه واحده. وجبت كيلو بتنجان برضو، الكيلو ب 15 جنيه على فكره. وجبت ربطتين جرجير ب 5 جنيه، وجبت فلفل، شويه الفلفل دول ب 20 جنيه، كيلو ب 15. وجبت شويه الخيار دول ب 10 جنيه، كيلو الخيار ب 25 جنيه في اليوم اللي انا جبت فيه. وجبت بيضتين، ما كانش عندي بيض فجبت بيضتين وانا جايه، قلت افطر بيهم، سلقتهم. وبعد كده عملت فنجان قهوه علشان اعرف ابدا اليوم بتاعي. ده كان اخر فنجان قهوه في البيت. بحب اعمل قهوه باللبن، ما بحبش اعمل القهوه بالميه، ما اعرفش اشربها. جربي كده تعملي قهوه باللبن. واحده كاتبالي بتقول لي انا عملت الجوز القهوه باللبن، ومن يومها هو بيقول لي اعملها على طريقه صاحبتك رشروشه. فبجد القهوه باللبن طعمها حلو، قهوه فرنساوي كده، قهوه كده تحس انها قهوه البشوات والهوانم، يعني حاجه كده طعمها حلو. بعد ما اكلت الحمد لله وخلصت، هنضف بقى الحوض، مكان الكنكه اللي انا سالقه فيها البيض، ومكان ومش عارفه شويه حاجات كده كانوا في الحوض، يعني غسلتهم علشان نبدا كده ايه يومنا على ميه بيضه. لو قمتي الصبح لقيتي مواعينك وسخه، صدقيني هيبقى عندك طاقه سلبيه ومش هتقدري تعملي اي حاجه، وهتبقي مكسله. غسلت كده المواعين، سمي الله كده ونصلي على الحبيب، واذكروا الله كتير يا ولاد، اذكروا الله والله العظيم. ربنا بيحب العبد اللي يسبح. اللسان ده ربنا خلقه مش عشان ننم بيه، مش عشان نتكلم بيه على الناس، مش عشان ننافق بيه، علشان نذكر بيه ربنا. والله العظيم اللسان الذاكر الشاكر ده عند ربنا حلو قوي. هنندم على كل يوم كلمنا فيه على حد، ولا اغتبنا فيه حد، ولا سبنا فيه عرض حد. ده السمك ده كنت جايب كام؟ 75 جنيه. شويه السمك دول كانوا ب 200 جنيه. لو انا كنت طلبت سمك وانا قاعده كده في البيت، شويه السمك دول كانوا هيجوا لي مشويين من بره او مقليين معديين ال 300 جنيه. فاجيبه في البيت وانضفه على ايدي اوفر لي بكتير. لو نضفتيه بره تمام، لو انت ربنا ايه يعني كريمه شويه مع نفسك. بس انا صراحه نضفته في البيت، ما خدش معايا 20 دقيقه كده ولا 25 دقيقه تنظيف وغسيل من البطن وكده. وبرده بحب احط السمك في محلول ميه، وبحط 3 معالق كبار من الملح، عصره ليمونتين، ربع كوبايه من الخل. وبيخلي ريحة السمك، سواء السمك البلطي او السمك المكاريل او السمك الروسي. التلاتة دولت، في ناس بيقولوا على المكاريل روسي، بس هو انا اعرف في سمك روسي اللي هو في شوكة في الظهر كده، في بره على الظهر. والسمك المكاريل اللي كلنا طبعا عارفينه، والسمك البلطي. اعملوا له المحلول دوت، هتلاقي السمكان بطنها فتحت، لونها بقى ابيض كده شاهق، وكمان الزفاره اللي فيها كلها هتطلع في الميه دي. ملح وخل وليمون، وسيبيها نص ساعه كده ولا حاجه. كل ما تسيبها اكتر كل ما تبقى احلى طبعا. والملح بيطعم السمكايه، وبكده ان انت ما تضطريش ان انت تحطي ملح كتير جوه الدقه.
نقعت السمك ونقعت الرز وغسلت الجرجير وحضرت السلطه. همسك بقى راس توم كبيره كده واقشرها في الكبه اللي كلكم بتسالوني عليها وانا شغاله بيها معاكم من يوم ما اشتريتها، اللي هي ستارماتيك. احط لكم برضو هي صراحه كانت اعلان يا جماعه والله، وانا لما عجبتني قلت لازم افيدكم بيها. الكبه ديت ب 1200 جنيه، ده يوم الاعلان. انا ما اعرفش بقى الاسعار زادت ولا قلت. بس طبعا اكيد هتبقى زي ما انا بقول لكم كده. وفي اكبر منها باين 2 لتر ب 1350، بس دي مساحتها حلوه وزي الفل ما شاء الله عليها. الشركه بتاعتها في العاشر من رمضان، ده مش محل، ده شركه. والله العظيم انا ما بعمل حاجه بقولها لكم بما يرضي الله، كانها اشتريها في بيتي انا. فانا بحبكم بجد والله، وما بحبش ان انا اقول لكم على حاجه انها تضيعوا فيها فلوسكم، لان انا ست زيكم وبحوش فلوس، وبحوش احط الجنيه على الجنيه لما اكون عايزه اجيب شوايه، اكون عايزه اجيب خلاط، اكون عايزه اجيب مفرمه. بحوش زيكم بالظبط قسما بالله. الحمد لله، ربنا يغنينا بالحلال يا رب. مسكت كده بقى راس توم، فرمتها بالهراسه، ما رضيتش ادقها بالهون. فرمتها بالهراسه وعليها هريسه فلفل، وحطيت برضو خل وليمون وكزبره ناشفه وكمون. حطي بقى نص معلقه كركم زي ما انت عايزه، بس انا ما حطيتش كركم، هو كمون وكزبره ناشفه بس. وبعد كده تبلت بطن السمكه، وطبعا بقول لكم السمكه تبقى واقفه على ظهرها عشان الملح يخش جوه اللحم، وما تكتريش الملح في الدقه علشان خاطر السمكه بتاعتك ما تكونش مملحه. هم بقى دلوقتي حطيت بقيه التتبيله اللي كانت باقيه، حطها في كيسه في الفريزر. اطلع بقى اتبل بها بتنجان، اتبل بها سمك تاني، ما ترميش حاجه خالص. تتبيلتها كده بتومها. تمام تمام، لان انا بعمل هريسه من غير توم، بعملها هريسه بس كده. همسك بقى برضو الدقيق. دقيق مش عليه اي اضافات، انا كده كده وانا بتبل السمكه كنت ماسكاها ملغمطاها من بره كده. الهرشه بتجيلي وانا بشتغل بايدي، اقسم بالله. ما اعرفش مين زيك، كون انت الهرشه بتجيلك في اورتك كده، ولا في اي حته في وشك على ساعه ما تكوني بتعملي حاجه. تبلت السمك كله علشان ما اجي اقليه على البوتاجاز ما بهدلش الدنيا دقيق. كده كده السمكه بقى هتتشرب الدقيق، وهتلاقي الزيت بتاعك ما يتوسخش بسرعه، انما ما تتبليش السمكه وتبداي تقليها لي. في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه السمك كنت مولعه على بصلايه احمرت. نزلت عليها بالرز، والرز يكون فيه شويه ميه علشان البصله تنزل ميتها. تمام. طبعا انا بقلي السمك في حله علشان الدنيا ما تتلخبطش زيت. لما كنت بقليه على البوتاجاز الكهرباء على الرخامه مع المروحه، الزيت بيطير ورايا وبهدل الدنيا. مطبخي اصلا عايز يتغسل كله من الظرف من بره، بس انا صراحه مكسله. اول ما تيجي كده الطاقه الايجابيه هتلاقوني مسكت الظرف كلها وشباك المطبخ والارفف اللي جنبي اللي عليها الدروع، كل ده هيتغسل ان شاء الله. شايفين شويه الميه اللي انا سبتهم في الرز خلت البصلايه طردت ميتها، طردت لونها، ولونها فتح، والرز بقى لونه بني. يعني ما احتجتش ان انا احط ميه وبعدين اسقط فيها الرز كده. الرز تضمني ان هو يبقى مفلفل. خلاص كده السمك بتاعي بدأ يتقلي. بفتح الظهر كده بشقه يمين من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان ما ياخدش معايا وقت. في واحده كانت كاتبه لي بتقول لي السمكه كده هتشرب زيت. السمكه مش هتشرب زيت ابدا، ده الزيت حرارته هتخش جوه السمكيه فتستوي معاك بسرعه، فما تبقاش ناشفه. انا ما بحبش السمك ناشف ومقرقش، انا احب السمكه طريه وبطنها طريه ومحمره من بره. وكده كده السمك اصلا بعد ما بيبرد بيطرى، ده معروفه. يعني هتحطي نشا، هتحطي حاجه تنشفه من بره، هتكتري الزيت، السمكه بعد ما بتبرد بتطرى، لانها بتنزل العصاره بتاعتها كده تحتها. تمام تمام. وانا من الناس اللي بتحب السمكه طريه. عندي بقى كيس ليمون محطوط في التلاجة، لقيته بدأ يغير لونه. كان جوزي شاريه من راجل كان بيبيعه في الجامع، فكان جايب كيس كده ب 30 جنيه. فهاخدهم اعملهم بقى النهارده مخلل. غسلتهم غسله حلوه ونقعتهم عشان لو في طينه ولا حاجه، وبعد كده حطيتهم في الحله. غسلتها غسله حلوه. شايفين الغسله حلوه قوي. طبعا الليمون دلوقتي رخيص، هنبدا من دلوقتي نخزن لرمضان. وفي حد كان قال لي طلب مني الزيتون، انا ما رحتش السوق والله بقى لي فتره طويله قوي عشان بروح سوق العبور، بس انا هروح اشوف الزيتون وهجيبه عشان نعمله مع بعض. ما خللتوش بقى لي سنتين، ما خللتوش معاكم بقى لي سنتين. احنا مش من عشاق قوي، فبجيب مثلا كيلو ونص. بعمله بس عشان اصوره معاكم وبناكله يعني، بس بيقعد عندنا فتره طويله، احنا مش من عشاق المخلل. حطيت الليمون على البوتاجاز يستوي. هوريكم حالا درجه التسويه بتاعته تبقى عامله ازاي. وفي الوقت دوت مكان تتبيله السمك ومكان الدقيق ومكان الحاجات كلها غسلتها برده. خلي ايدك كده على طول، لان يوم السمك ده لو ما عملتيش كده هتلاقي الدنيا كلها مدربكه حواليكي. الليمونه خلاص فتحت بقها وقالت بخ، قومي طافيه الميه على طول. عايزاه تسويه سنه كمان عشان يستوي معاكي بسرعه. سيبيه كمان دقيقتين، بس ما تزوديش اكتر من كده عشان ما يتهرش معاكي. تمام. انا طفيت كده على الليمون خالص اول ما فتح حته كده في جنبه. وبعد كده انا طبعا جوزي كان كل ومشي، فغرفت العيال مش كلهم بياكلوا مع بعض. وكلت انا كمان. انا باكل السمك حاف كده، بس كلت معلقه رز معاه.
شويه سلطه ومعلقه رز وشويه جرجير. دلوقتي بدات اكل ايه؟ معلقه رز كده، لان انا مش عامله دايت، انا العيش هو اللي بيعمل سمنه. تمام تمام. طبعا اللي متابعيني في الفيديوهات عارفين انا بقول ايه، واللي مش متابعيني اول مره يدخلوا تابعوا الفيديوهات القديمه اللي قبل كده وقبل كده من الفتره ديت، هتعرفوا انا بتكلم على ايه، على مقاومه الانسولين وكده يعني. كنت عامله بقى طبعا رز بلبن. انا حاسه اني بتكلم كتير قوي، اسكت شويه. كنت عامله رز ونقعاه في لبن وحطاه في التلاجة. طلعته كده، حسيت ان هو عايز معلقه نشا، زودت معلقه نشا في شويه ميه، وقمت مدياله يغلي غلوه، وقمت طافيه عليه، حطيت شويه سكر وفانيليا بس، ما حطيتش حاجه تانية. انا بحب انقع اللبن جوه الرز، انقع الرز كده في اللبن علشان خاطر النشا بتاعه يطرد. تقريبا بقى له يومين في التلاجة، انتوا متخيلين؟ بنقعه باليوم بالاتنين، وما اكون عايزه ناكل رز بلبن بقوم مطلعاه غلياه وحاطه عليه معلقه نشا لو محتاج، مش محتاج ما بحطش، وشويه سكر وفانيليا، وبعبيه في اطباق بقى تحفه. طبق بره ب 15 جنيه، في 3 معالق، يعني 3 معالق ايه ده صغيرين. لما تجيبي كيلو لبن وتحطي فيه شويه رز وشويه سكر وشويه فانيليا، هتعملي اطباق قد كده اهو، والعيله هتاكله. انا عندي عمر مدمن مدمن رز بلبن، مدمن. بصوا انتوا متخيلين؟ مدمن رز بلبن، يعني ممكن اخواتي يتخانقوا معاه وهما لو كل طبق رز بلبن بتاعه مدمنه كده يعني اكتر حاجه. هو عمر عامه مش اكيل، بيحب الفاست فود، الحاجات السريعه، ما بيحبش الطبيخ والكلام ده كله. فهو انما رز بلبن مدمن رز بلبن. خلاص كلنا، عملت الرز بلبن والليمون لسه بيبرد اهو، سايباه يبرد. مشيت بقى على الشفاط ومشيت على البوتاجاز، وطبعا الحله اللي انا قليت فيها حله واسعه كده، فبتاخد معايا بقى السمك، وبتخلي الطرطشه تطلع، يعني بتطلع بس بتطلع بسيطه، يعني اضرب يعني تكاد تكون ما مش موجوده. كانت في بقى متابعه بتقول لي انت ازاي بتلمعي البوتاجاز برضو. انا مسكت كده، بمسك فوطه مبلوله وبشيل كل الرغاوي اللي طلعتها الاسبونشه من غير سلكه مواعين. البوتاجاز الاسود ده ملوش سلكه مواعين. وبعد كده تيشرت قديم عند ابنك، فانيلا بيضه من بتاعه جوزك تكون قطن بتقطعيها. إيه يعني كانت في مره واحده والله العظيم، الله يمسيها بالخير، إيه كانت بتقطع البتاع، ما كانش مش البوكسر بقى، لا عارفين انت الحاجات البيضه اللي هي الكبيره بتاعه الرجاله الكبيره، كانت ممكن تقصها وتمسح بيها برضو البوتاجاز لما بتقدم. مش عايزه اقول اللي يلبسها يعني الحاجات دي، فاهمين؟ احنا بقى ستات واخوات زي بعض، مش هتكسف منكم. فكانت برضو كانت كده يعني. انا يعني انا اتعلمت كتير، وكنت بكلم طبعا ناس شاطره، فاي حاجه نعمل لها اعاده تدوير على طول. بعد ما غسلت البوتاجاز ولمعته فانيله سيليم، طبعا زي ما قلت لكم بنعمل لها اعاده تدوير، فانيله صغنونه قطن. قمت ماسكه العيون بعد ما غسلتها، شغلت عليها النار عشان اي ميه فيها تنشف وما تصديش معاكي. حافظي على حاجتك، ربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يبارك لنا في كل حاجه يا رب. كل حاجه بتيجي بطفح الدم والعرق والسعي، والواحد ما بيجيب حاجه بعد ما يسعى فيها، اصل احنا مش داخلين بحاجتنا يعني، جايبينها بسعي وجهد ومجهود، فلازم نحافظ عليها لان الحاجه بقت غاليه، وربنا يا رب يبارك لنا في كل حاجه عندنا. شغلت برضو على الغسيل وظهرت غسيل ابيض، فالغسيل ده بقى انا بنشره مع نفسي مش معاكم، عشان الفيديو النهارده طويل بجد. خلصت كده نضفت، وقلت يا بنت بقى اديها طاقه ايجابيه، مع اني كنت عايزه اقعد اقسم بالله، بس خلاص بقى طالما النهارده يوم شغل كامل كده متكامل، نطلع بقى ننفض كده الكنب. طبعا انتوا كلكم نفسكم ان انا اغير القماش، والله يا جماعه في يوم من الايام كده هتلاقوني اقعد معاكم واحكي لكم كل حاجه واي حاجه عني، بس في حاجات عندي فيها اولويات، وفي حاجات بعملها ما ينفعش تتقال الا بعد ما اعملها، فاهميني؟ ما بحبش اقول كل حاجه، احب كده ان انا بديكم طاقه ايجابيه، بندي لبعض افكار، بندي لبعض حماس، بندي لبعض اكله هنعملها النهارده ممكن تاخدي منها فكره، او انتوا تدوني فكره في الكومنتات، فاهميني؟ يعني الحاجات الخاصه قوي بقى اعتقد انها مش هتفيد حد، فاهميني يا جماعه؟ والله العظيم اتعودي على كده. يعني انا دلوقتي عامله معاكم فيديو اهوت، الفيديو فيه اكله ممكن تكونوا خدتوا فكره، في وصفه، في حاجه حلوه، في تنظيف، في كده. ده فيديو الهدف منه مش ان انا فاتحه بيتي، ده فيديو كامل من المطبخ. في ستات فعلا بتكسل تقوم، في ستات مثلا في زي مخلل الليمون اللي هعمله معاكم حالا بتعمله بطريقه تانية. جربي الطريقه بتاعتي وهتدعي لي، اقسم بالله هتدعي لي. الليمون انا سلقته في ميته تمام، وسبته يبرد في الميه اللي هو فيها، برد خالص. دلوقتي الليمون بقى ساقع خالص، والميه بتاعته اللي انا سلقاها على قد الليمون بالظبط، ما عملتش ميه بحر كده. خدت الليمون حطيته في برطمان بقى بلاستيك، برطمان ازاز، المهم يكون بق البرطمان من فوق ضيق، بلاش تعمليه في طبق يكون مثلا زي علبه الايس كريم الواسعه دي، لا علب كده. العلبه دي كانت تقريبا الاثنين ب 15 جنيه، ولا الواحده دلوقتي ب 15 جنيه، يعني مش غاليه. حط بقى قرنين شطه كده، او قطعي الشطه، قطعي القرن كده 3 قطع زي ما انت عايزه كده، هيبقى كده هيستوي وكده هيستوي، هيديكي طعم سبايسي وحلو. بس المهم النهارده ان انا مش هرمي ميه الليمون. ما ترميش ميه الليمون، اقسم بالله ما حاجه بتطلع الليمون طعمه حلو. لسه البيت سامح اختي طالباه مني امبارح، بتقول لي انت بتعملي ليمون طعمه حلو قوي، انت بتعمليه ازاي؟ قلت لها هعمل لك برطمان ليمون.
ده برطمان بتاعنا، بعمل لها بقى واحد تاني. دي ميه الليمون، حطيت فيها 3 معالق صغيرين من الملح، ما تكتريش الملح. دوقي ميه الليمون، هي تبقى فيها سنه مرار، بس دوقيها دلوقتي مفيش مشكله. دوقي الملح بتاعها يكون لا هو ملح قليل ولا هو ملح زياده، حاولي كده تخلي الملح مظبوط. وهقطع كده قرن شطه، قلت ما اقطعه فوق وش الليمون عشان يبعد الهواء عن الليمون، ما يبوظش معايا ولا يسود. تمام تمام. وجبت بقى قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، وحطيتهم في ميه الليمون. لو عندك معلقه هريسه فلفل حطيها، بس انا عندي كنت جايبه، وانا جايبه معاكم حالا فلفل احمر واخضر وشطه، قلت اما اضربهم فريش كده. تمام تمام. وهضربهم كده في الخلاط او بالهاند بلندر زي اللي عندك اعملي بيه. طبعا لو في الخلاط هو كده كده ميه الليمون بارده، ما رميناش ميه الليمون، هنخلل بيها الليمون. الليمون ده تاكليه بعد قد ايه؟ الليمون ده تاكليه بعد 15 يوم، 20 يوم بالكتير قوي، 10 ايام هتلاقيه لسه في سنه مراره. سيبيه براحته خالص، يعني انت عامله الليمون كليه بعد اسبوعين، بعد 3، بعد شهر. كل ما هتقعديه اكتر كل ما هيحلو اكتر. وكده كده احنا مش مسويينه قوي. يعني انت لو هتعمليه رمضان تقدري تعمليه وتحطيه في البرطمان وتحكمي عليه الغلق كده وتخليه محكم الغلق، وهتقفلي عليه وتفتحي عليه في رمضان. طول ما هو مقفول ما تحطوش في التلاجة، بره التلاجة عادي خالص. فتحتي عليه بحطه في التلاجة. تمام تمام. انا كده كده بعمل كميات صغيره مش كميات كبيره، واحنا مش بنستهلكه كتير. انما انت لو بتستهلكيه كتير خلاص حطيه بره التلاجة، كده كده انت بتاكليه كل شويه. في ناس بتاكل ليمون كده. تمام. انما احنا بناكل ليمونه ممكن نخمس فيها كلنا. الله اكبر، الله اعظم، العزه لله. اللهم استرنا والله واكبر خاطرنا وانصرنا على مين يعادينا. ورضينا يا رب، رضينا انا واللي سالنا واللي سمعني. رضينا واكبر خاطرنا، واهدي ولادنا وابعد عنهم ولاد الحرام. اهديهم يا رب، اهدي ولادنا يا رب، وابعد عنهم ولاد الحرام يا رب. استرنا وانصرنا على مين يعادينا يا رب. حطيت بقى كيس على الليمون، وبعد كده غطيت غطا كده، غطيت بالغطا وحطيت تحته طبق علشان خاطر اذ ربما الليمون ينزل ميه من الجناب بتاعت العلبه، تبقى نزلت جوه الطبق ما توسخلكيش الرخامه او المطبخ. جبت بقى شويه ميه على لبن وعصرت فيهم عصره ليمونه. كانت في متابعه قالت لي ابني في الجيش وبيحب الافوكادو، احتفظ بيه ازاي؟ ربنا يا رب يحفظه لك ويستر طريقه ويكفي شر اي حاجه وحشه يا رب، ويجي لك يا رب كده ويخلص جيشه على خير. اللهم امين. واحنا جايين وراكم في الجيش. ربنا يستر على اولادنا جميعا يا رب. الافوكادو انا بجيبه، طبعا لما بتجيبيه من السوق بيبقى ني، او انا صراحه كنت جايبه القفص كان تقريبا 8 كيلو، كنت جايباه. حط طبعا كتير. فاي افوكادايه بتستوي قومي على طول مغلفاها بكيس، وقومي حطها في الفريزر. هتطلعيها خضره زي ما انا مطلعاها كده، اول ما تستوي، ما تتحطش نيه. اول ما تستوي وتحس انها طريت من بره، تستنيش انها تبوظ، قومي حطها. انا صراحه كنت حطهم كلهم في التلاجة وقلت هخلصهم على طول ساعه ما كان عندي مقاومه انسولين وكوليسترول عالي. فطبعا لما لقيت الكميه كبيره وانا خلاص زهقت ومش عايزه اكل تاني، قمت حطاهم في الفريزر. بقالهم اهو تقريبا 3 شهور في الفريزر ولا اكتر كمان. نفس الخضار، نفس الجودة، نفس الطعم، نفس كل حاجة. بطلعها بسيبها يا دوبك 10 دقايق بتلاقيها تفك بسرعة، وبعد كده بحطها في شوية مية على لبن، عصرة ليمونة، ممكن تحطي جوافية، ممكن تحطي صباع موز، ممكن تحطي علبة زبادي زي ما انت عايزة، واشربي احلى عصير افوكادو. حاجة كده غنية بالاوميجا 3، حاجة كده بتخفض الكوليسترول في الدم، حاجة كده مغذية. هي غالية شوية، انا كنت رحت هايبر اجيبه لقيته ب 250 جنيه. رحت جبته بالجملة كان الكيلو عامل 130 جنيه، 130 او 115 تقريبا، حاجه زي كده يا جماعه، مش فاكره بالظبط. انا كنت قلت لكم في الروتين بس انا مش فاكره السعر. يعني هو تقريبا 125 130 115، مش فاكره السعر، بس هو تقريبا 125 جنيه، يعني النص بالظبط. انتوا متخيلين؟ فما تجيبوا حاجه هاتوها جمله مش مشكله، هتجيبي ب1000 جنيه بس هتاكلي حاجه مغذيه. شربنا عصير الافوكادو. كنت في الليله دي بقى بجهز حاجه حلوه ليوسف. يوسف بيقول لي بتعملي ايه يا ماما؟ قلت له بصور بعمل حاجه حلوه. ما سالش يوسف، عندي مش بيركز قوي في الحاجات دي، يعني هو يعني حتى لو الاكل في التلاجة ما بيفتحش التلاجة، لازم انا اديله عكس اخواته طبعا. المهم كنت بعمل تورتايه، لو عايزين طريقتها هنزلها لكم على وصفات رشروشه. عملت تورتايه طالعه طعمها يا جماعه والله تحفه، وزينتها تزيين. بص هو الواد ده نيته لله. زينتها تزيين حلو قوي، وعملت فيها صوص شوكولاته طعمه تحفه خطير، بيتي كده طعمه حلو قوي، عامل زي جناش كده بس تحفه. وغلفتها بقى بالعلبه، قعدت يومين في التلاجة عشان نعمل له عيد الميلاد. ده كان اليوم بتاعنا. رغيت كتير وعارفه اني بتكلم كتير، بس بحب اتكلم معاكم، ببقى مبسوطه قوي وانا معاكم في الروتين. اسيبكم في رعايه الله، متنسوش لايك حلو. سلام عليكم.